بعد رجوع معظم القنوات اللي تم اغلاقها على الترددات اللي موجوده معانا النهارده، كنت حابب اعمل معاكم فيديو على سبيل التوضيح والتاكيد، وزي ما احنا معودينكم على كل ما هو جديد. صباحكم فل ومساكم احلى مع محمد حسن اتش دي، وفيديو النهارده للتوضيح لاهم القنوات اللي تم اغلاقها على النايل سات على الترددات اللي موجوده معانا النهارده. فكنت حابب اكون معاكم بفيديو لتوضيح معظم الترددات اللي تم انطلاق القنوات عليها من جديد. اخبط اللايك المتين ويلا نبدأ. وبعد ما رجعنا معاكم تاني النهارده عشان نتكلم بتفاصيل اكتر لاهم القنوات والترددات اللي تم مغادرتها النايل سات وتم رجوعها مره اخرى، كنت حابب اكون معاكم بفيديو لتوضيح الترددات اللي محتاج تعمل عليها بحث من وقت للتاني. ودايما بنذكر حضراتكم ان فيديوهاتنا عباره عن فيديوهات توضيحيه تعريفيه في كل ما هو جديد وحصري في عالم الترددات والقنوات. ومثل هذه الترددات والقنوات ما بتدومش كتير على النايل سات، فتابعونا عشان يجيلكم كل ما هو جديد. واول تردد موجود معانا هو من الترددات الاكثر تغييرا على النايل سات، وهيكون التردد من الترددات الحزمه الشرقيه، وهيكون التردد 11678 فيرتيكال 27500. وده من الترددات اللي دايما بيتم تغيير القنوات عليها، واسامي القنوات بتتغير من وقت للتاني، فيفضل انك تعمل بحث من وقت للتاني عشان يجيلك كل ما هو جديد على التردد ده. والتردد رقم 2 اللي موجود معانا النهارده هو من الترددات الحزمه العامه، اللي المفروض ايضا تعمل عليه عمليه البحث برضو من وقت للتاني بعد ظهور قنوات كتير عليه الفتره الاخيره. هو 10815 هوريزونتال 27500، وده ايضا من الترددات اللي بيتم تغيير القنوات واساميها بطريقه مستمره على النايل سات، وده من الترددات الحزمه العامه. والتردد رقم 3 اللي موجود معانا ايضا وهو من الترددات الاكثر تغييرا وللاسف من الترددات الحزمه الشرقيه، وهيكون التردد 12562 فيرتيكال 27500. وبعد ما تعمل عمليه البحث على التردد ده، ايضا من الترددات اللي بيتم تغيير القنوات عليها بطريقه مستمره. فكنت عامل معاكم الفيديو على سبيل التوضيح والتاكيد بخصوص الترددات الاكثر تغييرا على النايل سات، وفي نفس الوقت اكتر ترددات بيتم ظهور قنوات عليها ايضا على النايل سات، فدايما من وقت للتاني تعمل عمليه البحث على الترددات اللي ذكرناها. فكنت عامل معاكم الفيديو على سبيل التوضيح والتاكيد. كان معكم منشئ المحتوى الاول في عالم الترددات والقنوات على نايل سات.